جيل كامل بقى بيعرف أخبار الفنانين لكن ما يعرفش آية واحدة من القرآن الكريم. يحفظ أغنية من أولها لآخرها لكن ما يحفظش حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. زمان كان الشباب بيتسابقوا على العلم وعلى حفظ القرآن الكريم وعلى معرفة دينهم. دلوقتي بقينا بنتسابق على الترند، مين لبس زي مين، مين قلد مين، مين نزل فيديو جديد. الشباب بقى يحفظ أسماء المطربين ويعرف أخبار الفنانين ويتابع حياتهم لحظة بلحظة، لكن لو سألته عن أمور دينه يمكن ما يعرفش. مش المشكلة في التكنولوجيا ولا في السوشيال ميديا، المشكلة لما تبقى هي كل حياتنا، لما نبقى بنقلد كل حاجة بنشوفها من غير ما نسأل هل ده صح؟ طب هل ده يرضي ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني الناس مشغولة لكن مشغولة عن الأهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس بيضيعوا نعمة الوقت من غير ما يحسوا. افتكر دايما ان الفنان مهما كان مشهور مش هينفعك يوم القيامة، لكن آية حفظتها أو خير عملته أو علم اتعلمته ممكن يكون سبب في نجاتك. الدنيا محتاجة توازن، نعيش ونفرح لكن ما ننساش ربنا، لأن في يوم كل الترندات دي هتختفي وهتتنسي، واللي هيفضل عملك اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى.